السلام عليكم. جيت ندوي معكم غير في واحد الموضوع خفيف ونمشي بحالي. داكشي ديال تقديس المدربين ولينا كنشوفوه بزاف. شي ناس ولاو كيقدسوا والد الركراكي وما كيبغوناش ننتقدوا بحال النقد ولا جريمه. واش حنا دابا كاملين خصنا نكونوا بحال تركيا في 2002 كانت هي الثالثه عالميا، من وراها ما عمرو بحال يدوزوا للمونديال عاوتاني. حتى كوريا الجنوبيه في 2002 كانت هي الرابعه عالميا، ومن ديك الساعه ما عمرهم فاتوا دور المجموعات في المونديال. يعني ما خصناش نبقاو عايشين على الماضي وعلى ليالي قطر. عندنا لاعبين في المستوى وعندنا بونتوش حتى هو في المستوى. افريقيا كامله مرشحانا باش تديو كاس افريقيا اللي غيتنظم في بلادنا، ولكن في الاخر ما غنديوش. بحال كاس افريقيا الاخر اللي كان في كوت ديفوار، كاع الناس كانوا مرشحيننا اننا غنديو الكاس، ساعدينا على كاس ديالها تاهي. المحلل المصري واللاعب السابق رضا عبد العال قال بان المغرب سيغادر باكرا، وفعلا داكشي اللي وقع. حيت ملي كتكون خاسر في ميطا وكتدخل مع اللاعبين الفيسيال خاصك تعطيهم حلول وافكار واساليب باش يرجعوا في الماتش. السير الكراكي ديالنا كيدخل معاهم الفيسيال كيعطيهم صبعه وتيقول لهم يلاه حيدوا ليا. والله ما يحيدوها الدراري. عندكم هنا لا كاليفيكاسيون ديال الحياه ديال